السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المتابعين الأعزاء ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا في الفيديوهات اللي فاتت انها كانت عبارة عن تحديات سهلة وبسيطة، كانت قايمة على ان احنا في بعض الكلمات الانجليش بنترجمها ان Arabic، او بعض الجمل اللي هي الايتمز المصطلحات يعني او الامثال، ونترجمها من عربي لانجليزي او من انجليزي لعربي. افتكر معايا الجملة دي كده. كان بيقول It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. طبعا خلي بالك من حاجة مهمة قوي، ان عندنا في الترجمة حاجة اسمها ترجمة حرفية، ودي ما تصلحش خالص. ترجمة حرفية يعني بترجم كل كلمة بمعناها. طبعا في الجملة ديت لو ترجمتها ترجمة حرفية هقول انها تمطر قطط وكلاب. طبعا ده طبعا غلط. طب ايه يا مستر الصح بتاعها؟ ده تعبير بيتقال ومعناه بالعربي انها تمطر بغزارة. يعني لما السماء بتمطر كتير جدا بقول انها تمطر بغزارة. طبعا مش هقول انها تمطر قطط وكلاب، طبعا الترجمة الحرفية اكيد طبعا غلط. يبقى الصح بتاع الجملة ديت زي ما احنا اتفقنا It's raining cats and dogs، انها تمطر بغزارة، وده هو التعبير الصح او الاجابة الصحيحة. طبعا لو انت عارف المعلومة دي من قبل كده يا ريت تدوس لايك، ولو اول مرة تعرفها ما تنساش تعمل اشتراك وشير عشان الفايدة تعم بالجميع. مع السلامة.